السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طاسة السجق او صينية سجق، حاجة كده طعمها خطير ان شاء الله هتعجبكم. احنا عملناه مع بعض قبل كده، بس المرة دي هنعمله بطريقة جديدة وسهلة. معايا نص كيلو من السجق، ومعايا بصل، ومعايا فلفل رومي على حامي، ومعلقة كبيرة من الثوم، وطماطمايه متقطعة صغير. وهعمل ايه هنا؟ حطيت صينيه على النار ونزلت عليها بحبه زيت، بس الزيت يبقى قليل عشان السجق بتاعنا طبعا بينزل دهون. ونزلت عليها بمعلقه الثوم الكبيره بالشكل ده. بعد ما تتشوح وتديني اللون الحلو هنزل عليها بالسجق بتاعي. يا ريت بقى يا حبايبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه عشان يوصل لكم كل وصفاتنا. وما تنسوش اللايك يا حلوين، لايك لام يوسف، عايزه الفيديو كده ناس كتير تشوف. بص حبايبي، كده خلاص اتشوحت التومه بتاعتي. نزلت بقى ايه؟ بالسجق الجميل. ويا ريت تخلوا بالكم يا جماعه وانتوا بتشتروا الحاجات دي تجيبوها من مكان مضمون. وهشوح كده السجق بتاعي لحد لونه ما يتغير ويمسك نفسه، وهقوم نازله عليه بالبصل. عايزه اقول لكم ان طعمه خطير والريحه تحفه. جربوها بس يا جماعه وان شاء الله هتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوا الطريقه دي، انا واثقه مليون في الميه. طريقة سهلة وبسيطة وأحلى كمان من بتاع الشارع. وبيرمي معايا كمية بسم الله ما شاء الله، بيرمي معايا كمية كتيرة يعني. وعايزة أقول لكم كمان إن ده حلو قوي سندوتشات المدارس قربت بقى خلاص، كل سنة وانتم طيبين. وده برضو هينفعنا نعمل سندوتشات المدارس إن شاء الله، نعمل وصفات برضو سهلة وسريعة وعلى قد الإيد كده عشان المدارس بإذن الله. تابعوني بس واشتركوا في القناة، وإن شاء الله هعمل لكم حاجات حلوة كتير. فين بقى اللايك؟ محدش عمل لايك ليه لغاية دلوقتي؟ اللايك يا حلوين، اللايك يا حبايبي، عشان اختكم ام يوسف. خلاص كده حبايبي السجق بتاعنا اتشوح وخد اللون الحلو ده. شايفين بسم الله ما شاء الله ما فكش ازاي؟ نزلت عليه بقى كده بالبصل اللي مقطعاه شرايح رفيعه. حطي بقى 3 بصلات 4 بصلات زي ما تحبي، عايزه بصل كتير حطي اكتر انتي وراحتك. هقلب بقى كده، اشوح كده البصل بتاعي. واول ما يتشوح هقوم نازله برضو بالفلفل الحامي والبارد، قصدي الفلفل الرومي والفلفل الحامي الاتنين مع بعض، انا مقطعاهم مع بعض. هنزل بيهم كده حبايبي، بس يتشوح بس معايا الاول كده البصل. عايزاه ياخد التشويحه الحلوه في السجق بتاعنا الجميل ده. وبعدين اروح نازله بالفلفل بتاعي، والفلفل برضو نفس التقطيع، مقطعاه شرايح رفيعه، ما قطعتهوش شرايح مختلفة، لا كله زي بعضه. هنا عندي التقطيعة واحدة، البصل والفلفل متقطعين تقطيعة واحدة. وهقلب بقى كده. انا نزلت اهو الفلفل، والفلفل الحامي طبعا ده انت حرة براحتك، عايزة تحطي فلفل حامي ماشي، مش عايزة عشان عندك عيال صغيرين بلاش. بس هو الفلفل الحامي بصراحة بيخلي طعمها يجنن. ان شاء الله اكلة حلوة قوي وعلى قد ايدينا وهتتبسطوا منها ان شاء الله. نزلت بقى بالطماطم كده، هقلب بقى كده الطماطم الحلوه دي. عايزه اقول لكم بقى الطماطم دي كده هتنزل صوص حلو، هيدينا طعم كده، نغمس كده بالعيش، اللي مش عايز سندوتش هيغمس بالعيش جنب شويه سلطه كده حلوين يعني. بصوا مش قادره اقول لكم يعني، بألف هنا وشفا. خلاص كده اتشوحت معايا. هبدأ بقى انزل بالتوابل الحلوه بتاعتي اللي هي ايه؟ فلفل اسود وملح وشويه من الكزبره وشويه من الكمون، بس كده، هي دي التوابل بتاعتي. وهقلب بقى الكلام الحلو ده كده كله مع بعضه. فين اللايك بقى؟ مفيش حد لسه عمل لايك، انا ما شفتش لايك لغايه دلوقتي. يلا يا حبايبي، يلا يا حلوين، ربنا يبارك لي فيكم يا رب. عايزه عيلتي تكبر كده كمان وكمان، اكبر بيكوا يا رب. واقلب بقى كده يا حلوين. خلاص هي كده خلاص دخلت في السوا، تعتبر كده خلاص اهي، شايفين؟ هي كده خلاص. محتاجه ايه؟ محتاجه ان احنا نحطها في طبق تقديم حلو
ونعمل بقى سندوتشاتنا او نعمل اي حاجة تاني. ممكن نغمس بالعيش البلدي بألف هنا وشفا، هتبقى ايه طعمها يجنن. وهنزل بقى كده حبايبي، شايفين شكلها؟ شايفين السجق بتاعنا ولا فك ولا ضرب مننا ولا اي حاجة. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وتقولوا لي بقى رأيكم في التعليقات. ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في القناة بتاعتنا يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل وصفاتي. واللايك يا حبايبي، ما تنسوش اللايك، لايك لأم يوسف. يلا يا حبايبي، اشوفكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.